ايه هي الالياف الزجاجية وبتتعمل ازاي؟ ازيكم يا عشاق الهندسة؟ عمرك فكرت ازاي مواد شكلها ضعيف زي الزجاج ممكن تتحول لهياكل قوية جدا وتقدر تدعم عربيات وسفن وحتى توربينات الرياح؟ وراء التناقض ده في الالياف الزجاجية، واحدة من اكتر المواد متعددة الاستخدامات في الصناعة الحديثة. بس ايه بالظبط اللي بيحدد المركب ده؟ وايه العمليات الكيميائية والفيزيائية اللي بتخليه يتصنع؟ بس قبل كده، ايه هي الالياف الزجاجية؟ الألياف الزجاجية واللي اسمها التقني Glass Fiber Reinforced Polymer أو بوليمر مقوى بالألياف الزجاجية، هي مادة مركبة بتتكون من جزئين أساسيين: ألياف الزجاج اللي هي التعزيز، وراتنج بوليمري اللي هو المصفوفة. الألياف اللي أقطارها بتتراوح من 5 ل 25 مايكرومتر وأرفع من شعرة الرأس، بتدي قوة ميكانيكية وصلابة. أما الريتنجز وغالبا بيكون بوليستر أو إيبوكسي أو فاينايل إيستر، فبيشتغل زي الغرة، بيوزع الأحمال وبيحمي الألياف. بس إزاي بدأت فكرة الفايبر جلاس؟ فكرة تدعيم المواد بالألياف مش جديدة. في القرن ال18 الفرنسيين كانوا بيجربوا خيوط الزجاج في الأقمشة، بس التكنولوجيا الصناعية ما انطلقتش غير في الثلاثينات من القرن العشرين، وده كان بدافع من شركة أوينز كورنينج فايبر جلاس كوربوريشن. الشركة طورت طريقة عملية لإنتاج ألياف مستمرة على نطاق واسع، وكان الهدف الأساسي في الأول هو العزل الحراري. التقدم الحاسم جه لما فهموا إن اتجاه الألياف جوه الراتنج ممكن الخصائص الميكانيكية، وده مبدأ لسه أساسي لحد النهاردة. وإزاي بيتم إنتاج الفايبر جلاس؟ العملية بتشمل خطوتين رئيسيتين: تصنيع الألياف وتشكيل المركب. في تصنيع ألياف الزجاج المادة الخام الأساسية هي السيليكا اللي منجيبها من رمل الكوارتز. عشان نقلل نقطة الانصهار ونظبط الخصائص بنضيف معادن زي الحجر الجيري اللي بيتحلل لأكسيد الكالسيوم، والألومينا عشان المقاومة الكيميائية، وأكسيد البورون اللي بيقلل لزوجة الزجاج المنصهر. الخليط بيتصهر في أفران على درجة حرارة حوالي 1400 درجة مئوية، وده بيكون زجاج سائل. المادة دي بعد كده بتعدي من خلال البوشنجز، ودي ألواح بلاتين فيها فتحات صغيرة جدا. تحت الشد الميكانيكي الزجاج بينزل من الفتحات وبيكون خيوط مستمرة، ودي بتتبرد بسرعة بالماء. معلومة مهمة إن سرعة السحب ممكن توصل لحد 3000 متر في الدقيقة، والتبريد المفاجئ بيمنع التبلور، وده بيخلي تركيب الزجاج يفضل غير متبلور. قبل ما يتلفوا الألياف بيتحط لها طبقة تغطية أو سايز معمول من السيليون. المعالجة دي بتساعد الألياف بتلزق في الراتنج بعدين وبتحميها من الخدش. في تشكيل الكومبوزيت الألياف سواء كانت على شكل روفينج أو قماش أو حصيرة بتتجمع مع الريتنج. طريقة شائعة هي الهاند لاي أب، وبتشتغل كده: القالب بيتغطى بمادة تمنع الالتصاق، وفوقها بيتحط طبقة من اللي بنسميه جيل كوت أو راتنج ملون للتشطيب. الألياف بتترصص يدويا بعد كده وبتتغمر بالريتنج وبتتفاعل مع بيروكسيد الميثال إيثال كيتون. بيبدأ عملية الجفاف، وبيحصل الجفاف عن طريق البلمرة اللي بتتنشط بالحرارة، وده بيكون شبكات ثلاثية الأبعاد صلبة. التفاعل الطارد للحرارة بيطلع حرارة بتتراوح بين 100 ل 150 درجة مئوية، وسرعة التفاعل بتتبع نموذج أرينيوس زي ما هو واضح في المعادلة اللي على الشاشة، حيث K هي ثابت التفاعل، و A مينو E مانا هو العامل القبلي القاسي، و E مينو A هي طاقة التنشيط، و R هي ثابت الغازات، و T هي درجة الحرارة بالكلفن. العمليات الأوتوماتيكية زي البوتروجين للبروفايلات وفيلامنت ويندنج للخزانات الأسطوانية بتستخدم شد متحكم فيه علشان ترتب الألياف وتحقق أقصى مقاومة في الاتجاه المطلوب. دلوقتي ليه ألياف الزجاج قوية كده؟ الإجابة في التآزر بين المكونات. الألياف اللي فيها روابط SiO2 مستقرة أو جسور السيلوكسان بتتحمل الأحمال الشدية. مقاومتها بتزيد كل ما كان قطر الليف أصغر، وده بسبب قلة العيوب السطحية. والريزن بينقل الإجهادات بين الألياف وكمان بيقاوم الضغط. السطح البيني بين الليف والريزن
اللي بيقويه السيلان بيمنع التفكك أو الانفصال. على المستوى المجهري لما بيطبق حمل الشروخ بتنتشر في الريزين، لكن الألياف بتغير اتجاهها وده اسمه جسر الشروخ، وده بيشتت الطاقة. وفين بنستخدم ألياف الزجاج؟ استخداماتها متنوعة جدا وبتستخدم في هياكل الأتوبيسات وخزانات الوقود وريش المراكب، وده لأن خفة وزن المادة بتقلل استهلاك الطاقة. كمان ممكن تستخدم في شفرات توربينات الرياح وأنابيب مقاومة للتآكل للمياه والمواد الكيميائية، وحتى في ألواح ركوب الأمواج وصنانير الصيد. بيانات قابلة للقياس بتوضح ليه الناس بيفضلوها، لأنها عندها كثافة تقريبا 2 جرام لكل سنتيمتر مكعب، لكن عندها مقاومة نوعية، يعني المقاومة بالنسبة للكثافة أعلى ب10 مرات من الفولاذ الكربوني، ولسه عندها عزل كهربائي داخلي. وطب يا ترى ازاي الفايبر جلاس بيتقارن بمواد تانية؟ بص، الفايبر جلاس ليه مكانة فريدة بين المواد الهيكلية، وبيوازن بين خصائص المعادن ومواد مركبة تانية مش بتقدر تقلدها بشكل غير مباشر. لما نقارنها بالفولاذ الكربوني، الفايبر جلاس بيقدم ربع كثافة الفولاذ، وكمان عنده مقاومة تامة للتآكل، وده بيشيل الحاجة للدهانات أو الجلفنة اللي بتكون مطلوبة في البيئات البحرية أو الكيميائية. بس معامل المرونة بتاعه أقل ب5 مرات من الفولاذ، وده بيحد من استخدامه في التطبيقات اللي محتاجة صلابة عالية جدا، زي الكاميرات اللي ليها فتحات كبيرة قوي. أما بالمقارنة مع الألومنيوم فهو بيحتفظ بميزة مقاومة التآكل، وبيكلف أقل بنسبة 30% لكل وحدة حجم، لكن بيفقد في التوصيل الحراري والكهربائي، وده بيخليه مش مناسب لمبادلات الحرارة أو المكونات الكهربائية. أما ألياف الكربون فهي بتتفوق على ألياف الزجاج في القوة النوعية، لكن بتتفوق في موضوع التكلفة، لأن ألياف الكربون دلوقتي بتكلف تقريبا من 15 ل 150 دولار للكيلو، وألياف الزجاج من $1 ل $5 للكيلو. وبالذات في التطبيقات زي طواحين الهواء، ألياف الزجاج هي اللي مسيطرة عشان التوازن بين التكلفة والقوة، وبتتحمل أحمال دورية بتوصل ل 80% من اللي بتتحمله ألياف الكربون، بس بسعر 20% بس. وفي خزانات الكيماويات مقاومتها للأحماض بتتفوق حتى على السبائك المعدنية زي الستانلس ستيل. أنا مثلاً شغال على مشروع لمصنع كيماويات لإنتاج النيكل والكوبالت، وفي كذا جزء من العملية بيتم استخدام حمض الكبريتيك في العملية. وبما أن تركيبة المحاليل الكيميائية حمضية جداً، فمعظم المواسير والخزانات وحتى تغطية أحواض الاحتواء بتتعمل من الفايبر جلاس عشان تكلفته قليلة ومقاومته للتآكل. العيب اللي لسه موجود هو في إعادة التدوير، لأنه على عكس المعادن المركبة من الألياف، الراتنج بيتطلب عمليات حرارية معقدة للفصل، وبيتم استرجاع بس من 50 ل 70% من الفايبر جلاس، اللي هو خلاصة قرون من المعرفة في علوم المواد، من صهر السيليكا بشكل متحكم فيه لهندسة الواجهات. سرها مش بس في المادة الخام، لكن كمان في الهندسة المجهرية اللي بتحول الهشاشة لقوة وصلابة. ومع تقدمنا في الراتنجات المستدامة وإعادة التدوير الفعالة، المادة دي بتستمر في التطور، ودلوقتي مش بس كأداة أو أداة صناعية، لكن كجزء من اقتصاد دائري. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وسيب لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ايه رأيك؟ كنت متخيل قبل كده قد ايه في كيمياء وفيزياء مستخبية في اللانش ده أو في ريشة التوربينات الهوائية دي؟ ايه تاني من الحاجات اللي تعرفها معمولة من الفايبر جلاس؟ اكتب لي في التعليقات عشان اعرف. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا، كل اللي عليك تعمله هو تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتفكر تبقى عضو في القناة. ده كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.